لاول مره من فتره كبيره يا جماعه احس ان الزمالك بيشتغل صح. طب بيشتغل صح ازاي؟ جايب كل واحد في مكانه، جايب فعلا ناس تشتغل، مش مناصب وخلاص. طيب المفروض ان الزمالك جاب شخصين يشتغلوا. طيب مين هما الشخصين وايه وظايفهم بالظبط؟ اولا جاب توني بوليس. توني بوليس ده هيكون مسؤول تقني. يعني ايه مسؤول تقني؟ يعني هيكون هو المشرف على المدربين اللي هيجوا، تمام، هو اللي هيقيمهم. طيب المسؤول التاني هو جون ادوارد. جون ادوارد ده يا جماعه هيكون مسؤول التعاقدات. طيب يعني ايه مسؤول التعاقدات؟ هو اللي هيجيب لعيبه، هو اللي هيسوق اللعيبه اللي هتمشي من عندنا، هو اللي هيجيب المدرب. طيب مين بقى اللي جاب الناس دي؟ لجنه تخطيط اللي هي مكونه من عمرو الجنايني، حازم امام، ميدو، ومعاهم حسين لبيب، تمام. طيب دلوقتي ده بس كده اللي هيحصل؟ لا، هيكون في مسؤول مالي عشان يتابع الحسابات، لان المفروض مجلس اداره نادي الزمالك هيحدد ميزانيه لجون ادوارد يتحرك فيها، تمام، يجيب لعيبه بناء عليها، فلازم يبقى في مسؤول مالي. طيب هل كده لجنه التخطيط شغلانتها خلصت؟ تقريبا هتبقى بس عباره عن اشراف، هتتابع من بعيد اللي هيعمله جون ادوارد والمسؤول التقني اللي هو توني بوليس. طيب انا شايفه انه كده بشكل عام احنا بقى في نظام. اتمنى، يعني انا جايه بس اقول هنا ان انا اتمنى ان الناس دي تشتغل براحتها، يعني محدش يتدخل في شغلها، لان دي مشكلتنا الفتره اللي فاتت. ايا كان المسؤول اللي بيتدخل محدش يتدخل في شغله، عشان نقدر بعد ما يخلصوا التجربه بتاعتهم نقدر نقيمهم، نقدر نقول هل ممكن يستمروا معانا ولا لا، هل افادونا ولا لا، تمام. اتمنى ان ده اللي يحصل. اتمنى اشوف نظام وسيستم الزمالك ماشي عليه فتره طويله، مش شهر ونغير. عامه دي حاجه كويسه، اتمنى ان هي تستمر.